اوكي، خلينا نقعد. تمام. بس قبل ما نبتدي الفيديو خليني اقول لكم ان الفيديو ده فعلا محتاج مني شجاعه مش طبيعيه. اوكي، وان انا متوتره جدا علشان هصور الفيديو ده. لان اللي ما يعرفش خلينا افهم كويس. من اسبوع كتبت لي بنت اسمها شروق، قالت لي ان كده كده مامتك عرفت الموضوع. كتبت لي على الفيديو بتاع اولى كليه وكده، ازاي نستغل اولى كليه. ان كده كده مامتك عرفت الموضوع، قولي لنا ايه اللي حصل معاكي في اولى الكليه، لان ده هيفرق مع بنات كتير او ناس كتير وكده. تمام. خليني اعرفك يا شروق ان مامتي كده كده لسه ما عرفتش الموضوع، وان محدش لسه من البيت عارف انا عملت ايه في اولى كليه. اوكي. ف انا النهارده هقول لكم انا عملت ايه في اولى كليه، وانا بصراحه ما صدقت، يعني حاسه انه خلاص جه الوقت ان انا اقول انا عملت ايه في اولى كليه، لان انا واثقه مليون في الميه ان اللي انا هحكيه دلوقتي او الستوري تايم اللي انا هحكيها دي بس شويه طويله هتفرق مع ناس كتير، خصوصا ان احنا خلاص راجعين الترم التاني او ان انتوا خلاص راجعين الترم التاني. هتفرق مع ناس كتير قوي. هتشجع ناس كتير، هتبقى انسبريشن كده لناس كتير قوي. فحاسه انه لا، خلينا احكي الموضوع دوت. وخلاص انا اتخرجت، انا بقالي مثلا 4 أو 5 سنين متخرجه من الكليه، ف اتس اوكي ان انا احكي واقول. المهم حضروا بقى حاجه دافيه، اوكي، لان الجو شويه برد. وخلينا بقى نبدا الفيديو من الاول خالص، نرجع للاول خالص مثلا 2013 2014 ساعه ما انا دخلت اولى كليه، واقول لكم انا عملت ايه في اولى كليه. خلينا نبدا الفيديو. اوكي، للي ما يعرفنيش انا سهام فؤاد. اوكي، انا كنت بنت عاديه خالص، كان نفسها تدخل كليه صيدله، كنت شاطره الى حد ما، وكنت بذاكر قوي عشان ادخل كليه صيدله. تمام. ذاكرت في تانية ثانوي، جبت 94%. قلت اوكي، قدامي لسه فرصه تانية في ثالثه ثانوي ان انا اقدر اذاكر اكتر عشان ادخل الكليه اللي انا نفسي فيها، اللي هي صيدله. اوكي. ذاكرت في ثالثه ثانوي، جبت برضه 94%. فكانت دي بالنسبه لي صدمه. ليه؟ المجموع مش حلو او مش وحش، بس في نفس الوقت مش ده المجموع اللي هيدخلني الكليه اللي انا عايزاها اللي هي صيدله. تمام. الكليه اللي جات لي كليه علوم. لما جات لي كليه علوم انا كنت مش حباها بناء عن تجربه حد تاني. انا مش هدخلكم في تفاصيل لان انا عارفه قلت تفاصيل كتير في اول فيديو كده. بس المهم ان انا ما كنتش حابه الكليه، ما كنتش عايزه ادخلها، وبابايا قال لي لا لازم تدخليها بلاش. انا كنت عايزه ادخل مع اصحابي تجاره انجليش وكده، فبابايا قال لي لا ادخلي كليه علوم ودي احسن، والخيره فيما اختاره الله وكل الكلام ده. اوكي. دخلت كليه علوم. دخلت الكليه وانا بكرهها فوق ما اي حد يتخيل. تمام. هقول لكم بقى انا كنت في حاله ايه. انا كنت في حاله انكار. يعني ايه حاله انكار؟ انا كنت نكره لكل حاجه. نكره انه ازاي انا اجيب 94، وازاي ما ادخلش الكليه اللي انا عايزاها، وازاي ادخل كليه علوم. فانا فضلت حرفيا في اولى كليه، مش كل اولى كليه، اول ترم من اولى كليه في حاله انكار، مش طايقه نفسي، مش طايقه اي حاجه، مش طايقه الكليه. عملت ايه بقى؟ اوكي، بالراحه بقى كده. تمام. الكليه ما كنتش بحضر فيها. تمام. انا خريجه كليه علوم جامعه المنوفيه. تمام. فانا لما دخلت الكليه اول مره انا مش فاهمه اي حاجه، انا مش فاهمه انتوا بتعملوا ايه، مش موضوع مش فاهمه المنهج، لا انا مش فاهمه الكليه. يعني الكليه معقده، سواء كمبنى، سواء كدراسه، سواء كناس، كبني ادمين، كاي حاجه. انا مش فاهمه انتوا بتعملوا ايه. تمام. ادخل مثلا على الجروب بتاع الكليه الاقي الجدول مكتوب صلاه 3 4. مين صلاه؟ يعني انا افهم منين صلاه؟ اما تقول الصلاه في الدور الكذا في المكان الكذا. فما كنتش فاهمه حاجه خالص خالص. وانا للاسف كنت في قسم كان شويه مغمور. يعني لو انت مثلا في قسم الكيمياء او حاجه كده، يعني شويه قسم عدد الناس فيه اكتر، اوكي كانت ممكن تلاقي حد يساعدك. بس انا كنت في قسم جيولوجيا، فكان القسم عامه اوريدي احنا كلنا كنا 11 12 حد شخص حرفيا في القسم، بنات على اولاد كلهم 11 12. فالقسم مغمور ومفيش حد يساعدني. فانا ما كنتش فاهمه اعمل ايه. فبحاول قلت لا خلاص انا هدخل الكليه. انا بكرهكم ومش طايقاكم مش عايزه اكمل في الكليه دي، بس خليني احاول على قد ما اقدر. المهم كنت بحاول ان انا عشان احضر المحاضرات. انا مش فاهمه اصلا المحاضرات فين، انا مش فاهمه اي حاجه حرفيا. ما كانش في حد زي ما قلت لكم حد يساعدني او يعرفني الدنيا عامله ايه، فبالتالي انا ما كنتش بحضر خالص نهائي. محاضرات ما بروحش محاضرات. انا شفتهم مثلا مره اتنين كده، عرفت ان دول معايا في القسم، بس ما كنتش اعرف اي حاجه خالص. كنت دايما طول الوقت بقضي الوقت مع اصحابي اللي في كليه تجاره. ليه؟ لان انا كنت عايزه اكون مع اصحابي دول. فانا في مرحله انكار، انا ناكره كل حاجه. انا اصلا كنت متخيله وكنت مقتنعه، حتى بقنع نفسي ان انا اوريدي مش معاهم، ان انا مش في كليه علوم، لا انا اصلا هناك مع اصحابي في تجاره.
انا كنت في مرحله انكار مش طبيعيه، انا مهما اوصف لكم انا كنت عامله ازاي انتم مش هتتخيلوا. وفي نفس الوقت انا كنت مكتئبه بطريقه مش طبيعيه، يعني متدمره حرفيا. تمام. فانا ما كنتش بحضر. تمام. ما كنتش بروح اي حاجه خالص. تمام. كان ممكن حد مثلا من الناس اللي انا اتعرفت عليها، بلس خليني اقول لكم ان انا حد انطوائي جدا، يعني زمان كنت، وستيل لغايه دلوقتي حد انطوائي شويه، بس زمان كنت حد انطوائي، ما كنتش بعرف اكون صداقات بسهوله. بلس انه الناس اللي كانوا معايا في القسم بتاعي كانوا شويه مختلفين عني. انا كنت متخيله بقى ان حياه الكليه واو، صحاب بقى وهنعمل شله والجو دوت. تاني انا كنت في كليه علوم جامعه المنوفيه، ف وقسم جيولوجيا، 11 حد في القسم، فكان هم مختلفين عني تماما. دماغهم مختلف عني، طريقتهم مختلفة عني، كلامهم مختلف عني، لبسهم، تفكيرهم، كل حاجة كانت مختلفة عني. فكنت حاسة ان انا مختلف، انا كنت حاسة ان انا مش ده مكاني نهائي. فما كنتش عارفة اتأقلم معاهم. اتعرفت مثلا على حد فيهم، اوكي، قال لي مثلا لو في محاضرة تبعت لي، مثلا عندنا محاضرة كذا، انا مش فاهمه اصلا، يعني انا مش حباكوا، اوكي، انا مش عايزه اكون معاكوا اصلا. تمام. فكنتش بروح احضر خالص لغايه ما حصل ايه. آم، جه الميد ترم، اوكي، قلت خلاص انا مش عارفه اي حاجه. تمام. قلت خليني ادخل امتحان كده الميد ترم واشوف الدنيا عامله ازاي. تمام. دخلت الامتحان، انا مش فاهمه اصلا ايه يعني انا مش فاهمه ايه اللي مكتوب، انا مش فاهمه اي حاجه خالص. انا اوريدي ما بحضرش، انا ما اعرفش اي حاجه، فاوريدي انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. تمام. سبت الورقه فاضيه وطلعت من الامتحان. طب هل انا لما سبت الورقه فاضيه وطلعت قلت بقى لا خليني اركز واخد بالي واعمل اكتر؟ لا. تاني هرجع اقول انا كنت في مرحله انكار مش طبيعيه. لا، انا حتى نكره فكره ان انا مش فاهمه اللي بيحصل وان انا سبت الورقه فاضيه وان ده مش طبيعي. تاني خلونا نرجع ان انا كنت حد الى حد ما شاطر، حد بيذاكر كويس قوي، فانا ما انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، وفي نفس الوقت انا مش عايزه افوق من اللي بيحصل. تمام. سبت الورقه فاضيه، طلعت، عندي لا مبالاه مش طبيعيه، مش فارق معايا. انا مش فارق معايا ان انا بكرهكم، انا مش فارق معايا لان دي مش كليتي، انا مش فارق معايا لان ده مش حلمي. سبت الورقه فاضيه، اوكي، مفيش مشكله. فالسهام بتاعت زمان غير كانت سهام تماما اللي في اولى كليه. السهام اللي في اولى كليه مش فارق معايا اي حاجه خالص، ضربه كل حاجه عرض الحائط. سبت الورقه فاضيه، هاخد صفر في الامتحان، اوكي، مش فارقه معايا إيه، ما انا كده كده اصلا مش حابه الكليه دي. آه انا ما اعرفش، انا كنت بعاقب نفسي، بعاقب بابايا ان هو دخلني الكليه دي وانا ما كنتش حباها، وفي نفس الوقت كنت في صدمه، وفي نفس الوقت كنت مكتئبه بطريقه مش طبيعيه ان انا ما وصلتش لحلمي. فانا ما كنتش حابه اي حاجه. بعد كده ستيل كان في امتحانات ميد ترم تاني، قررت ان انا مش داخله امتحانات الميد ترم، مش عايزه ادخل امتحانات الميد ترم. ودي بقى الحاجه اللي محدش يعرفها ستيل لغايه دلوقتي في البيت، انه انا فعلا ما دخلتش حتى امتحانات، بقت امتحانات الميد ترم. تمام. جيت عند النقطة دي، طب يا ترى أنا فقت؟ يا ترى بقى أنا أوكي؟ لا، أنا ما دخلت، أنا عملت حاجة كبيرة، أنا بالنسبة لي دلوقتي عملت حاجة كبيرة من الكبائر حرفيا، أنا ما دخلتش امتحانات الميد ترم. تمام. يا ترى أنا فقت بعدها؟ لا، أنا ستيل في مرحلة إنكار، أنا مش فارقة معايا خالص. تمام. كنت مغيبة حرفيا. يعني بص، أنا داخلة الكلية شويه صغير، يعني مثلا لو اصحابي كانوا داخلين الكليه عندهم مثلا 17 سنه، فانا اوريدي كان عندي 16 سنه. تمام. آه صغيره، حد انطوائي، حد مش فاهم حاجه. بلس تاني هرجع اقول ما كانش في حد كبير يساعدني يفهمني الدنيا رايحه فين جايه منين، ما اعرفش اي حد في الكليه. تمام. فما كانش فارق معايا اي حاجه، بلس انا كنت تايهه، فخلاص قلت اللي حصل حصل. تمام. جيت بقى عند الفاينل. تمام. انا عندي امتحانات فاينل. اوكي. المفروض بقى اذاكر والم نفسي حرفيا عشان الحق اعمل اي حاجه. تمام. اكيد انتوا توقعتوا انا عملت ايه. انا ما دخلتش امتحانات الفاينل، برضو ما دخلتش الفاينل. ودي بقى بالنسبه لي كانت صدمه كبيره قوي. اوكي. انا قلت لنفسي، انا كنت حاسه ساعتها ان انا بعمل حاجه غلط، انا عارفه ان انا بعمل حاجه غلط. تمام. بس انا مش فارق معايا ان انا ايه الغلط اللي بعمله، قد ما فارق معايا انه انا حلمي ضاع، انا ما وصلتش للي انا عايزاه، يعني خلاص وصلت للامبالاه مش طبيعيه، مش فارقه معايا. يعني هزعل ليه انه انا ممكن اشيل كل المواد دي، اوكي، او ان انا اسقط حرفيا في اشيل السنه كلها، ما انا ما وصلتش اللي انا عايزاه، ما حاجه انا بحلم بيها من وانا صغيره
ما خدتهاش، ومش فارقه معايا. انكار لم لحد مش طبيعي، مش فارقه معايا اصلا. لا مبالاه، انكار، كل حاجه ممكن تتخيلها انا كنت فيه. ما دخلتش الفاينل، تمام. جه مثلا ناس من الزمايل اللي كانوا معايا في الكليه في القسم وكده يبعتوا لي انت ما جيتيش، لا ما جيتش، تمام. لغايه ما وصلت بقى ايه، حسيت ساعتها في البوينت دي او في النقطه دي انه من اللي حواليا، من اصحابي اللي انا كنت معاهم، ان انا كنت بروح اقعد معاهم، اصحابي قوي بقى اللي انا كنتش عايزه اسيبهم، بتوع تجاره، انه كل واحد فيهم حياته بتعدي او بتمر وبتستمر، وانا اللي عماله بخسر. انه انا اللي كنت مثلا شويه شاطره وشويه كنت مجتهده وشويه كده، انا فجاه السجاده اتاخدت من تحت رجلي، انا خسرانه كل حاجه. انا ما دخلتش الفاينل، انا مش يعني انا فعلا خسرانه كل حاجه، بلس ان انا ما كنتش عارفه هقول لهم ايه في البيت. يعني انا هعمل ايه؟ اروح اقول لهم انه انا ما دخلتش امتحانات وكده، هتلاقيهم هيموتوني، اوكي. مش هيستوعبوا الموضوع، لان هم طول حياتهم متخيلين ان سهام حد شاطر، سهام حد عارف اللي وراه، سهام مش هقول لسهام قومي ذاكري عشان سهام عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي. فهم حاطين املهم على سهام، فلما سهام تخذلهم وسهام تروح تقول لهم انه انا ما دخلتش الامتحانات، خلينا نكون متفاهمين انه مش كل الاهل هيتفهموا انه حالتك النفسيه عامله ازاي، ومش كل الاهل هيتفهموا ان انت خسرت حلمك، وان انت مش كلهم هم هيبقوا في صدمه، هم هيبقوا في صدمه حرفيا. يعني الموضوع هيبقى في صدمه، تمام. فقررت ساعتها ان انا مش هقول لهم، تمام. وانا بعد ما خلصت، يعني بعد ما الفاينل خلص اوكي وانا ما دخلتش ولا امتحان فيه، انا حسيت ساعتها ان انا فعلا عملت حاجه غلط، وبدات افوق بقى انه كل اللي حواليا او كل اصحابي كملوا في الكليه بتاعتهم ودخلوا، حتى لو مش دي اللي هم عايزينه او كده، وانا اللي ما دخلتش، وانا اللي خسرت كل حاجه، وانا اللي هو ايه اللي انا بعمله ده، تمام. فساعتها حسيت ان انا بدات افوق شويه، بس حقيقي كنت بدات افوق بعد ما فات الاوان، اوكي خلينا نكون متفقين، بعد ما فات الاوان. ليه؟ لان انا ما دخلتش الامتحانات نهائي، تمام. بعدها حصل ايه؟ بعدها لما دخلت الترم التاني قررت انه لا، خليني اركز بقى اكتر، تمام. اللي فات فات، اللي عدى عدى، انا ما دخلتش الكليه اللي انا عايزاها، انا عايزه اركز اكتر، انا قدامي فرصه ان انا اعمل حاجه تاني، تمام. بس في نفس الوقت انا ما عملتش اي حاجه تجاه فكره ان انا ما دخلتش امتحانات الترم الاول، انا ما دخلتش وخلاص، تمام. قلت خلاص يعني انا شلت المواد دي، تمام. لغايه ما لقيت وانا في الترم التاني مثلا بعد ما عدى شهر ولا حاجه، لقيت الشؤون بتاعه الكليه اوكي بتكلمني طلباني، تمام. اوكي رحت، تمام. انا كليتي نظام ساعات معتمده، تمام. فانا برضه ساعتها ما كنتش فاهمه يعني ايه ساعات معتمده خالص يعني. المهم رحت، فقالوا لي انتي ما دخلتيش امتحانات بتاعه الترم الاول، اوكي، بلس انا ما دخلتش الميد ترم، فانت تقديرك حرفيا ما في، يعني ما فيش تقدير، يعني مثلا انت مش جايبه مقبول او شويه درجات، انت مش جايبه حاجه خالص، اوكي. ما خدتيش، انت ما بتحضريش، ما فيش اعمال سنه، ما فيش اي حاجه خالص، انت ما عملتيش حاجه. فاوكي، فاحنا قدامنا انه حتى لو انت ركزتي في الترم الثاني، فانت تقديرك اقل مما فيش، حتى لو يعني عملت ايه مجهود خرافي في الترم الثاني وجبتي مجموع كويس، فانت ما عندكيش اصلا حاجه تقدير. فاحنا ما قدامناش غير حل واحد بس، اوكي، ان احنا نفصلك من الكليه ونحولك لكليه ادبيه. انا لما بفتكر الكلمه دي ولما بفتكر الفتره دي، يا نهار ابيض، انا كانت دي بالنسبه لي صدمه. مش متخيل يعني ايه هيفصلوني من الكليه وهروح هيحولوني لاي كليه ادبيه. فانا كنت عماله افكر انا هروح في البيت هقول لهم ايه، انا هعمل ايه. يعني بنتهم اللي دخلت كليه علوم اوكي، فجاه يجي لهم انه بنتهم اتحولت لكليه تانية بناء على انها ما دخلتش الكليه. طيب هل قدامي حل؟ سالتهم في الشؤون هل قدامي حل. بصراحه هم كانوا متعاونين معايا جدا، تمام. قالوا لي بصي هو الفكره ان انت ما دخلتيش الامتحانات، فكان قدامك انت حل، بس انت ما استغلتيهوش. ايه هو الحل؟ ان انا كنت اعمل حاجه اسمها عذر مرضي، تمام. عذر مرضي انه
يعني خلاص ما دخلتيش امتحانات، بعد الامتحان على طول بيومين او يوم تقدمي عذر مرضي ان انت كنت تعبانه ما قدرتيش تدخلي الامتحان، فبالتالي انت مش هتسقطي في الماده، مش هتشيليها، بس هتاخدي الماده من اول وجديد. يعني الماده اصلا مش هتتحسب لك، هتدخليها من اول وجديد بس مش هتسقطيها، او مش هتاثر في الجي بي اي بتاعك، اوكي، او في المعدل بتاع الكليه بتاعك. بس انا ما عملتش كده. ليه ما عملتش كده؟ ارجع اقول تاني، لان انا ما كنتش فاهمه حاجه، لانه ما حدش قال لي اعمل كده، لانه انا ما حدش ساعدني في الكليه. وزمان انا كنت في 2013 2014 داخله الكليه، كان الوضع غير دلوقتي. ممكن شويه الناس متعاونه دلوقتي، وممكن تلاقي ناس بتساعد وفي جواله وفي معرفش ايه. زمان على ايامنا كان في جواله، بس كانوا في اقسام معينه، لكن تاني القسم بتاعي ما كانش في حد يساعدني او يقول لي اعمل ايه او ما اعملش ايه. فساعتها قلت لهم طب انا ايه الحل؟ انا ناويه اركز، انا اوريدي خدت القرار ان انا اركز. فعارفين لما انتوا خلاص فوقتوا وعايزين تركزوا فعلا، بس اوريدي الفرصه راحت من ايديكم. فسالتهم اعمل ايه. قالوا لي تحاولي تعملي عذر مرضي تاني، تحاولي تلفي، تحاولي تروحي مش عارفه تجيبي ايه. حاولت اعمل حاجات كتير قوي، رحت لكذا دكتور وكذا حد عشان اعمل ان انا كنت تعبانه الفتره دي فيعمل لي عذر مرضي. تمام، ما ينفعش. تمام، قالوا لي انت مش قدامك اي حل خالص. تمام، خلاص انت الفرصه راحت من ايديكي، فمش هينفع تعملي عذر مرضي، مش هينفع اي حاجه. الاجراءات ما كانتش راضيه تمشي، لان انت اوريدي جايه بعد امتحان بشهر. تمام، الترم الثاني بدا. قالوا لي قدامك فرصه واحده بس. تمام، رئيس الجامعه كان دكتور في كليه علوم، اوكي، انا مش هنسى الدكتور ده ابدا، كان اسمه معوض الخولي، اوكي. الراجل ده حرفيا فضل عليا يعني بعد ربنا مش طبيعي. تمام، قال لي الراجل ده هو دكتور في كليه علوم بس هو رئيس الجامعه، فروحي له، هو شويه هيتفهم حالتك او هيقدر، لان انت هو كمان كان في كليه علوم وكده، او هو كليه علوم، فممكن نتفاهم اللي انت عايزه تقوليه. تمام، فكان قدامي ان انا اروح لرئيس الجامعه. انا كل ما بفتكر المواقف دي بتصعب عليا نفسي قوي. بس تمام، قلت خلاص هروح لرئيس الجامعه. رحت انا ومنى صاحبتي. تمام، خليني اقول لكم انه من ضمن كل الناس انا ما حدش وقف معايا غير منى صاحبتي. تمام، صحابي اللي انا اصلا ضيعت عشانهم كليتي او كده، هم مش مهتمين، اوكي، هم مش في دماغهم اصلا، اوكي. عملت ايه؟ تمام ماشي، ما فيش مشكله. لكن منى هي الوحيده اللي وقفت جنبي وساعدتني في الفتره دي قوي. فخلونا بقى نتخيل الموقف مع بعض. حد عنده مثلا 16 سنه، اوكي، انتروفيرت، خجول جدا، تجاربه في الحياه تكاد تكون معدومه، اوكي، هيروح يتكلم قدام رئيس الجامعه، اوكي، يقنع رئيس الجامعه انه يديله فرصه تانية. تمام، رحت له، رحت للسكرتاريه بتاعته، حكيت لها الموقف، قلت لها ان انا عايزه اقابله علشان احكي له كده، وعشان يديني فرصه تانية ان انا اقدر اكمل في الكليه وكده. انا صعبت على السكرتاريه بتاعته، كانت ست ذوق جدا وعسوله جدا، اوكي. قالت لي خلاص تمام، هحاول اشوف لك ميعاد معاه وكده. تمام، دخلت. يعني انا اصلا حرفيا دلوقتي جسمي اشعر لمجرد ان انا افتكرت الموقف تاني، اوكي. داخله، دخلت انا ومنى صاحبتي، بس منى ما اتكلمتش، منى قعدت. تمام، وكانت معاها السكرتيره قعدت جنبها، لان انا كنت صعبانه اوريدي على السكرتيره، فدخلت برضه عشان ايه، تلطف الدنيا شويه. فانا قلت له انا سهام، انا حد كنت في الثانوي شاطر. حكيت له نفس اللي انا حكيته لكم بالظبط، وحكيت له ان انا ليه عملت كده في اولى كليه، انا ليه ما دخلتش الامتحانات، لان انا كنت متدمره نفسيا، وانه مش ده اللي انا كان نفسي فيه، وان انا كان نفسي في حاجه تانية، وان انا ما خدتهاش، اوكي. فبالتالي انا اتدمرت، انا كنت مكتئبه، مش عايزه ادخل امتحانات، مش عايزه اعمل حاجه. فانا دلوقتي فقت، اوكي، وانا عايزه فرصه تانية، علشان مش هقدر اروح اقول لبابايا انه انا بتحول من الكليه دي لكليه تانية وانت حاطط امالك عليا، فانا محتاجه ان انت تديني فرصه تانية. تمام، الراجل بصراحه كان معايا، يعني انا تاني بجد الراجل دوت انا يعني ليه كل الفضل وليه كل الشكر، لان هو اللي فعلا اداني فرصه تانية، اوكي. وصعبت عليه وقال لي اوكي مفيش مشكله، انا هديكي فرصه تانية، بس بشرط انه انا هسال عليكي في الترم التاني، وهسال عليكي حرفيا في كل سنه في الكليه، واشوف تقديراتك ايه، وهل اشوف ان انت كنت تستحقي الموضوع ده ولا لا.
وما اعرفش ساعتها لو انا ما كنتش تقديراتي كان كويسه كان ممكن يعمل ايه، كان في عنده قدره ان هو يقدر يفصلني تاني ولا لا. بس ف انا كنت خارجه من الاوضه او من المكتب بتاعه وانا حرفيا شخص جديد تماما. اوكي، كنت خارجه وانا انكتب لي عمر جديد حرفيا. انا مهما اوصف لكم انا كنت عامله ازاي، كنت متدمره، لفيت قد ايه عشان الفرصه دي تجيلي، كنت قد ايه مرعوبه وانا بتكلم مع الدكتور دوت انه يديني فرصه تانية، لان انا كنت حد لحد ما صغير، ما كنتش شخصيه سيام دلوقتي، انا كنت شخصيه تانية تماما. اوكي، خرجت من المكان ده وانا حاسه انه دي بدايه جديده، سيام دلوقتي غير سيام بعدين. حسيت ان ربنا اداني فرصه تانية، انه ربنا بيقول لي اوكي انا انت يعني مش ضيعتي اللي كان في ايدك، بس يعني دي كانت قرصة ودن، وان انت لازم تفوقي تاني. تمام، صدقوني من ساعتها تمام انا اتغيرت تماما، انا بقيت شخص مختلف. مش هقول لكم ان انا حبيت الكليه، انا ستيل ما كنتش بحب الكليه قد كده. تمام، انا ما كنتش حاساها مكاني، ما كنتش حاسه ان ده اللي انا عايزاه. تمام، بس انا كنت لازم اكمل فيه عشاني وعشان مستقبلي وعشان اهلي وعشان كل حاجه. تمام، ساعتها خدت الكليه بجد. تمام، وبعدين فهمت انا ليه ربنا اخرني عن صحابي او كده، انه ليه عمل معايا كده. يعني خليني اقول لكم مثلا ان انا بعد ما رجعت بقى الكليه وركزت كل الكلام دوت، زمايلي اللي كانوا معايا في القسم هم اوريدي سابقيني بترم. تمام، انا خدت الكليه في 4.5، لانه انا في ترم اللي هو الاولاني ده ما دخلتوش، فانا خدته بعد كده. بعدين فهمت انا ليه ربنا عمل معايا كده، وعرفت ان توقيت ربنا هو الاحسن، وانه الخطه اللي ربنا رسمها لنا هو الاحسن في كل حاجه. بجد انا لو كان يعني انا دلوقتي بجد فهمت الموضوع ده. تمام، انا زمان ما كنتش فاهمه الموضوع ده. تمام، وكنت في مرحله زي ما قلت لكم في حاله انكار، بس انا دلوقتي فهمت. لانه انا مثلا في صحاب ليا كانوا او زمايل ليا في الكليه كانوا شطار قوي، مثلا كانوا في مواد خدوها قبلي لان هم سابقيني، المواد دي مثلا كانت بتبقى صعبه جدا، شالوها. تمام، فانا كنت لما جيت اخد المواد دي بعدهم وكده، انا كنت حد واخد الموضوع تحدي، انه انا عملت كده في اولى كليه. اوكي، وانه كان معظم اصحابي في القسم بقى واخدين عني فكره انه ان انا مستهتره وان انا مش في دماغي حاجه، بس انا واخده الموضوع تحدي، انا هثبت لكم ان انا اوريدي حد شاطر وان انا اوريدي حد كويس، بس كل الفكره ان انا ما كنتش في احسن حاله نفسيه ليا. اوكي، فكان ناس ليا مثلا زمايل في الكليه كانوا بيبقوا شطار قوي، بس المواد بتبقى فعلا عندنا صعبه قوي وتلاقيهم شالوها مثلا من اول مره، فانا ادخل الماده دي وانا حاطه في دماغي انه انا هعرف اعمل حاجه في الماده دي، فكنت ادخل الماده دي مثلا اجيب امتياز او جيد جدا. فانا كنت ببقى، هم بعدين لما بيعرفوا ان انا جبت في الماده دي كذا، انا كنت ببقى حابه قوي اشوف الصدمه على وشوشهم، انه ايه ده، سهام جابت امتياز في مثلا بصريات معادن، ولا ايه ده، هم مش مستوعبين. اوكي، فانا حسيت انه دي فرصه تانية ليا، ان ربنا اداني فرصه ان انا اثبت نفسي، وان انا لو كنت من الاول معاهم، يعني مثلا مشيت ترم ترم معاهم، ما كنتش ممكن زماني نفس الشخص ده، ما كنتش خدت الموضوع تحدي. اوكي، انا اتخرجت من الكليه بتقدير جيد جدا. اوكي، وبنفس تقديراتهم اللي هم كانوا سابقين يعني هم كانوا سابقيني اتخرجوا معايا بتقدير جيد جدا. اوكي، بس هم سابقيني مثلا بترم، انا ما دخلتش الترم الاولاني. اوكي، وشلت الترم كله، بس انا اتخرجت زيكم بالظبط. اوكي، ويمكن احسن منكم كمان، يمكن بتقدير احسن منكم كمان. فدي بعدين فهمت انه ربنا هو دايما كاتب لنا الخير. اوكي، انه لان انا لو فعلا كنت دخلت معاهم من الاول ما كنتش زماني هبقى كده دلوقتي. تمام، بعدين كمان فهمت انه ليه ربنا اخرني على اصحابي بقى العاديين اللي في الكليه نفسها، ان انا لو كنت مشيت معاهم بالاول او كنت زماني في وسطهم قوي، كان زماني كبرت دماغي قوي في كل حاجه، كان زمان سهام ما كانتش سهام اللي هي بقيت عليها دلوقتي، ما كانش زماني جوايا فكره انه انا عايزه اثبت نفسي وان انا عايزه اعمل حاجه وان انا عايزه اوصل لحاجه. فدي اكبر حاجه، اكبر درس انا اتعلمته من اللي حصل لي ده كله، انه دايما اولا ربنا بيدينا فرصه تانية. اوكي، وان احنا لازم نستغل الفرصه التانية، وانه مش معنى ان احنا حصل في حياتنا دروب في حاجه كده وحرفيا وقعنا حرفيا، مش معناها ان احنا نفضل واقعين، لا احنا لازم نقوم ونكمل على رجلينا تاني. اوكي، وان دايما توقيت ربنا، ودي اهم حاجه، انه دايما توقيت ربنا هو الاحسن، هو الخيار الاحسن لينا، انه ممكن في حاجه تتاخر شويه، بس صدقوني لما تيجي هتكون
بلذة احسن وبفرحة اكتر. فانا بحمد ربنا عن اللي حصل لي ده في الكلية، لانه انا لولا اللي حصل لي ده في الكليه ما كنتش تاني، ما كنتش بقيت سهام اللي انتوا شايفينها دلوقتي. ما كانش انا عندي دايما اراده، وان انا دايما مثابره، وان انا دايما بعرف اعمل حاجه اللي انا بحطها في دماغي. انا يمكن بتميز بكده، بس بالنسبه لي الفرصه دي قوتني اكتر، خلتني احس انه لا، انا اقدر اثبت نفسي اكتر، وانه انا وقعت وهقدر اقوم تاني. فاحنا دلوقتي او انتوا دلوقتي داخلين على الترم الثاني، اوكي. قد منكم ناس تكون في اولى كليه ضيعت الفرصه. انا عايزه اقول لكم انه بعد الفيديو الاولاني دوت في ناس كتير قوي كلمتني منكم، وانا قلت لناس منكم الحوار ده ما بيني وما بينهم انا عملت ايه، وفعلا ساعدهم، وفعلا بقوا احسن، وفعلا اتشجعوا ان هم يكملوا، وان هم دي فرصه تانية ليهم يثبتوا نفسهم فيها. اوكي. ف it's never too late. يعني حتى لو ضيعتوا الترم الاول، اوكي، حتى لو ضيعتوا اول سنتين، قدامكم لسه الفرصه. اوكي. حتى لو انتوا هتتخرجوا الترم ده وانتوا ضيعتوا الكليه، فتره الكليه كلها، انتوا قدامكم لسه الفرصه. انا اتخرجت من الكليه، اوكي. ما اشتغلتش بالكليه بتاعتي، لان انا في فتره الكليه، اوكي، بصوا ركزوا معايا في النقطه دي. انا ربنا اخرني عن اصحابي، اوكي. كان عندي فرصة ان انا اكون لوحدي، ولما كنت لوحدي كان قدامي متسع من الوقت ان انا اكتشف ذاتي اكتر، واكتشف الحاجة اللي انا بحبها اكتر. فبالتالي لما انا خرجت من الكلية عرفت انا عايزة ايه. اوكي. كنت مكتشفة ذاتي، كنت فاهمة انا عايزة ايه، وحاسة انه هو ده اللي انا عايزة اعمل فيه. اوكي. غيري اتخرج من الكلية مثلا عادي، كانوا معايا ولغاية دلوقتي مش عارفين هم عايزين ايه. اوكي. ف ده اختيار ربنا ليا، فدي حاجة أنا مبسوطة بيها أوي. أوكي. فما تتضايقوش أبدا لو انتوا وقعتوا في حاجة، أو كنتوا حد كويس وأهلكوا حاطين الثقة فيكوا، وكنتوا شطار قوي وحصل لكم دروب في الكلية، أو حصل لكم دروب في أي حاجة عامة في حياتكم. ما تيأسوش وما تتضايقوش، إنه دايما اختيار ربنا لينا هو الأحسن، ودايما قدامنا فرصة تانية. عارفين فكرة التوبة؟ عارفين ربنا لما يعني الذنوب، مهما عملتي من الذنوب، اوكي، اقصى ليفل من الذنوب ممكن تعمليه، اوكي، الا الشرك بالله. كل الذنوب دون الشرك بالله ربنا بيغفرها. اوكي. هو نفس الفكره بالظبط. مهما عملنا دلوقتي، مهما غلطت دلوقتي، مهما ضيعت كليه، مهما ضيعت فرص قدامك دلوقتي، نقدر نقوم تاني، نقدر نتوب تاني، نقدر نقف على رجلينا تاني، ونرجع تاني من اول وجديد، ونقدر نعمل حاجه. وبس يعني انا حاسه ان انا دلوقتي حاسه ان في جبل اتشال من على قلبي كده. اوكي. انا واثقه ان بابايا ومامتي هيشوفوا الفيديو ده ساعتها بقى، لو شافوه وانطردت من البيت فانا ملياش مكان. يعني اتمنى ان الشروق اللي كتبت لي الكومنت ساعتها يعني تستضيفني عنها، لان مش هيبقى ليا مكان حرفيا اقعد في اي حته. بس انا فرحانه ان انا اتكلمت في الموضوع ده. عدى 5 سنين او 4 سنين من بعد ما اتخرجت، مش فاكره بصراحه. بس يعني الحمد لله. اوكي. حاسه انه فعلا الكلام بتاعي ده هيفيد ناس، وهيفرق مع ناس جدا، وهيشجع ناس انها تكمل وتقف تاني على رجليها، وتسعى وتعمل اكتر. وانه زي ما قلت لكم اتس نيفر تو ليت ان انت تعمل حاجه، ان انت تكتشف ذاتك، ان انت تحقق حاجه وتنجح فيها. اتس نيفر تو ليت. فشلت مره، اوكي، عادي جدا، اقفل الصفحه وكمل بعدها، مش فارقه. اوكي. ادام انت بتحاول وتسعى فانت كده في الطريق الصح. بس انا مش هقول لكم هو اتمنى اكيد ان الفيديو يعجبكم، اتمنى ان انا اكون شجعتكم وفرقت معاكم ولو ب1%، خصوصا زي ما قلت لكم ان احنا داخلين الترم الثاني كده، فشجعت ناس جديده او ناس كتير ان هم يسعوا بقى، وان هم يجتهدوا ويشوفوا اللي وراهم وكده. اوكي. وبس اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.